الصحافه الفاسيه كنا كنتمناو تحضر الصحافه برمتها، وانا جد مسرور وفرحان لحقاش الرساله غادي توصل ان شاء الله لمن يهمهم مدينه فاس. وغادي نعطي الكلمه للسيد الكاتب العام سي عزيز خزان. شحال نقول لكم، واش المعاناه ولا الحصيله اللي كنعيشوها في هذا الفرق الوضعيه هذه. تفضل سي عبد العزيز. إذن السلام عليكم. إذن تحية إكبار وتقدير النساء ورجال الإعلام بمختلف المنابر ديالهم. شكر موصول كذلك للسيد مفتي السلطه المحليه اللي حضر معنا وكنتمناو انه يوصل الرساله كما هي. شكر موصول كذلك لاعضاء المكتب المديري لجمعيه المغرب الرياضي الفاسي. غادي نقول لكم على الكره الحديديه. الكره الحديديه يمكن تاخذوا عليها فكره غير هذه البلاد 1994 اللي تأسس الفرع ديال الكرة الحديدية بصفة فعلية، على أساس أن الإرهاصات ديال التأسيس ديال هذا الفرع بدات منذ 1970 على يد مجموعة من الرجال ولاد المغرب الرياضي الفاسي، واللي منهم المرحوم الفقيه سيدي محمد عمار اللي كان كاتب العام للمغرب الرياضي الفاسي، واللي قدم خدمات جديده للمغرب الرياضي الفاسي بمختلف الفروع. وجات المناسبه باش نترحموا عليه وحنا كنحتفلوا بذكرى ليله المولد النبوي. هذه الذكرى اللي كنتمناو انها تعود عليكم وعلى العائلات ديالكم بالصحه والسلام. هذا الفرع إذا قلنا معاناة فليس مجاملة ولا إطراء، أن المعاناة ما كيفكها غير الرئيس منذ سنة، وخاصة منذ 2018 اللي تم الإغلاق ديال المقصد ديال المغرب الرياضي الفاسي، اللي كانت بعض المداخل ديالو كتشكل حوالي 30% من الميزانيه السنويه ديال الفرع ديال الكره الحديثه منذ الاغلاق. وهنا لابد من التذكير ان هذا الفرع منذ التاسيس ديالو وهو كيحتل المراتب الاولى، وخاصه في العشر سنوات الاخيره المراتب الاولى سواء على المستوى الجهوي او المستوى الوطني. هذا الفرع غدا المنتخبات الوطنيه بمختلف الفئات ديالها مجموعه من اللاعبين، واخرهم اللاعب الشاب محسن الخروبي اللي احتل المرتبه الثالثه بطوله العالم اللي تقامت مؤخرا في تايلاند، وحتى واحد ما دار له حتى قرعه المناضله وتفصيل ديال الحلوه غير باش نعطيوه هذاك الشاب، نعطيوه القيمه ديالو ونحسسوه انه راه كينتمي لواحد العائله اللي سميتها المغرب الرياضي الفاسي. ما نعطيوهش، ولكن هل نعيبوا الصحافه بحال هكا. والتذكير فقط ان هذا المنتخب الوطني ديال الشبان اللي شارك مؤخرا ببطوله العالم ديال تايلاند راهم كانوا عندنا جوج، ماشي غير محسن الخروج، حتى واحد اللي سميتو عثمان عماد، وكان المفروض انهم يجيو 4 من المغرب. فتم على مستوى الجامعه واحد التوافق وخلاو عثمان عماد رغم انه من اجود اللاعبين الشبان واللي غادي يكون عنده صيت على المستوى الوطني والعالمي بطبيعه الحال. اعطينا كذلك لاعبين كبار، من بيناتهم مصطفى اكلو، من بيناتهم خالد بن نار، من بيناتهم حسي، من بيناتهم واحد المجموعه اللي بداو المنتخبات الوطنيه وحسبوا على انقاذ في هذه ال10 سنوات الاخيره. لكن في المقابل ملي كنشوفوا هذه الكؤوس واللي كتأرخ لواحد المجموعه وواحد الحصيله وراه كل كاس مكتوب عليه
المناسبه والتاريخ ديالها. ملي كنشوفوا هذه الحصيله وكنحاولوا نديروا مقارنه مع الامكانيات الماديه باش كيمشي الفرع، راه كنلقاو ان ما يناهز ما بين 80 و 90% سنويا من الميزانيه ديال الفرع كلها، وهذا اللي كيعرفوا الجميع، كلها في نهايه السنه كيجي السي قاسم وكيقول لك هذا العجز انا كنقدر. حنا ما غاديينش اللجنه الماليه ديال الفرع ما غادياش هكاك بالله، كدير واحد البيدجي يعني اللي توقعي تقديري ديال الموسم. هاد السنه هذه كان عندنا مبلغ ديال اللي كان عندنا المبلغ التقديري اللي كان بناء على المصاريف ديال 2023، وهاد التقارير توصل بهم المكتب المديري وبالتفصيل حتى بالجيستيفيكاتيف. العام ديال 2023 وصلنا ل 10 مليون و 3000 درهم. التوقعات ديال 24 هي 14 مليون و 950 ألف. علاش؟ لأن هاد السنة ديال 2024 عندنا واحد المجموعة ديال المصاريف، لأن بطولة المغرب هو كأس العالم، هذه كلها مدعومة في مدن اللي كتطلب على الأقل المبيت ليلتين.